موفقة في نادي ليفربول. كل يتذكر ما حدث في المباراة النهائية ضد ريال مدريد، الأخطاء الفادحة لكاريوس في ذلك النهائي اللي فاز فيه. بعد ذلك المرق لمسة محاولة حلوة 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 والكرة ولكنها في يد المعيوف. لقطة جهة اليمين، تحرك جو ميلان وفرصة متاحة من جانب ميشيل، حلوة مع إيجالو الونتوب داخل منطقة الجزاء والكرة يا إلهي. حلوة اللقطة الأخيرة لكن برافو أيضا كاريوس. ليستر سيتي نشوف الفرصة الأخطر في هذه المباراة، الثنائية الرائعة بين ميشيل إيجالو، لكن التألق من جانب حارس المرمى كاريوس. كاريوس يصد أكثر من كرة كانت خطيرة للهلال في هذه المباراة. لوسيانو كاريو، حلوة باتجاه بيريرا داخل منطقة الجزاء، ولكن التغطية أمام بيريرا في الأخير تحولت إلى ضربة مرمى. ضربة مرمى كان مطالبة بركلة جزاء على بوتمان بالنسبة لماتياس. بالسلامة إن شاء الله. هذه عادة اللقطة. في التغطية وفي الإبعاد، بعد ذلك إلى وجود ركنية أمام فريق إنجليزي متعلق في الدوري الإنجليزي الممتاز اللي يرى فيه الكثيرين أقوى دوري على مستوى أمامية باتجاه بيريرا. مشروع مرتدة هلالية، بيريرا يغير اتجاه اللاعب لفيتو مع ناصر على جهة اليسار، فيتو تسديدة ولكنها بيد كاريوس. حلوة اللقطة الأخيرة لمصلحة لوسيانو فيتو، ولكنها أيضا في يد حارس المرمى جانجيونسو. كما جرت العادة اسلوب لعب رامون دياس، الاستحواذ على الكرة وحاولت حرمان الخصم من الكرة لأطول فترة ممكنة. بيريرا غير اتجاه اللعب، كاريو يعود في الجهة اليمنى يحاول لمصلحة الهلال، كاريو يلعب كرة عرضية حلوة بالراس لكن عالية من فيتو. حلوة اللقطة الأخيرة من جانب الدفاع، خلصها بوتمان. ماكسيمان تدخل يساعد غوسافو، كويار ريغالو إلى ميشيل على جهة اليمين، ميشيل عرضية حلوة خطيرة لكنها بيد الحارس. حلوة اللقطة الأخيرة، ذكية من جانب ميشيل، حريف هذا ميشيل، لعيب هذا ميشيل في الجهة اليمنى. ميشيل على بدقيقتين من ذات اللاعب، من نفس اللاعب اللي يجد أقرب إلى كاريوس. لمسة في وسط الميدان بالخطأ من الدفاع، خطيرة باتجاه لوسيانو، فيتو تبويب، فيتو تسديد، كرة لا زالت خطيرة باتجاه كاريوس يتدخل بروعة كبيرة، تحولت بعد ذلك إلى ركنية. حلوة اللقطة الأخيرة، جميلة من جانب كاريو، أجمل لكاريوس، خلصها كاريوس في قبضة يد اليسرى إلى ركنية. لمسة الونتو حلوة على جهة اليمين، خطيرة وفرصة حلوة لكنها مرت خطيرة للغاية، وبعد ذلك إلى ضربة مرمى أو لمست إلى ركنية. فرصة كانت قريبة لولوك. الماكبايز كان عنده 2-0 في أكثر من لقطة، أكثر من فرصة كانوا قريبين للغاية من هدف ثاني. هذه فرصة داخل منطقة الجزاء لماكسيمان، عرضية حلوة باتجاه جولينتون، تسديدة على مرتين لا زالت خطيرة داخل 18 لكن التغطية من جانب اليامي وتحولت بلمسة بعد ذلك عنده من بندر وحيشي إلى بيريرا، تمريرة في ظهر المدافعين باتجاه موسى ماريغا بكرة عرضية لكن أقرب للدفاع، خاطئة تصل الحمدان، تسديدة قوية لكن حارس المرمى يتألق في صد هذه الكرة الخطيرة جدا لمصلحة الهلال. عناصر في لاعبي، تمريرة وهجمة مرتدة سريعة، خطير جدا فريزر، سريع جدا فريزر، وانفراد، فرصة لمصلحة الماكبايز، طلب الكرة من جانب الميرون.
الفرصة متاحة في هذه الأثناء بكرة عرضية بالراس خطيرة، لكن المعيوف يتألق. حلوة من جانب بوتمان بالراس، لكن أيضا ردة فعل رائعة من المعيوف أمام هذه اللقطة الخطيرة لمصعد ماريجا بالكرة العرضية خطيرة، لكن الدفاع تدخل، استعادها بندر وتسديدة قوية حلوة من جانب ناصر الدوسري بالقدم اليسرى القوية الرائعة الجميلة التي اختارت طريقها في زاوية قاتلة، وكانت صعبة أكثر من لقطة، أكثر من فرصة كانوا قريبين للغاية من هدف ثاني. هذه فرصة داخل منطقة الجزاء لماكسيمان عرضية حلوة باتجاه جولينتون، تسديدة على مرتين لا زالت خطيرة داخل ال 18، لكن التغطية من جانب اليامي وتحولت بعد ذلك إلى ركنية. شفنا في كم هائل من الفرص اللي ضاعت من الفريقين، واحدة منها أمامنا كرة ويلوك. استغرب من نفسه كيف ضاعت منا هذه الكرة. لاسيرز في وسط الميدان تصل عند خبير مرة أخرى. مانكي أجواء أيضا رائعة في المدرجات، أجواء جماهيرية كبيرة. صافرة الحكم خالد الطريس تنطلق في هذه الأثناء سيداتي وسادتي، تنهي أحداث شوط بالكرة العرضية خطيرة، لكن الدفاع تدخل، استعادها بندر وتسديدة قوية حلوة من جانب ناصر الدوسري بالقدم اليسرى القوية الرائعة الجميلة التي اختارت طريقها في زاوية قاتلة، وكان شلفي بعض الأسماء اللي كانت تمثل ليفربول. تمريرة خطيرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام. سنتحدث بهذا الفيديو عن موعد مباراة برشلونة ويوفنتوس الإيطالي الودية القادمة، الموعد والتوقيت والقنوات ناقلة ملعب المباراة والمعلق واللقاء فضلا وليس أمرا. لا تنسونا من الإعجاب بالفيديو وإذا كنت زائر جديد على القناة أتمنى تشترك وتفعل الجرس والإشعارات ليصلوا كل جديد. مع توقيت عرض مباراة برشلونة أمام يوفنتوس الإيطالي للقاء الودي ستقام على ملعب ليفيس ستاديوم. أما توقيت عرض مباراة 2023 شهر 7 الحالي يوم 22 من شهر 7 في يوم السبت القادم عند تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل عبر قناة بي إن سبورت القطرية. وشاركنا رأيك في التعليقات من سيكون الفائز من هذه اللقاء الودي الذي يجمع برشلونة الإسباني مع نظيره يوفنتوس الإيطالي. وصلنا نهاية الفيديو، شكرا على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.